السلام عليكم المشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم، إتمام شجان بخير، نتمنى أتيرين بخير وعلى خير إن شاء الله. المشاهدين الكرام، شحال هادي كنا هضرنا وعاود هضرنا على الانتحار اللي كيوقع يعني في الحسيمة وفي النواحي ديال الحسيمة. كثر بزاف كثر بزاف، ماشي نقول خطر، يعني ماشي أول خطرة كنقولها، يعني بزاف. هادي عاود درنا عاود درنا فيديو. والله العظيم لا كيأثر فيا هذا الشيء اللي كنسمع بزاف الصراحة. لأن هذا الشيء راه كتر ولا كينتحر ولا هذا المهم. سبحان الله، الانتحار ولا يعني كتر بزاف في التالي، يعني في هاد العامين التالية ولات كتر بزاف صراحة. هذا الشيء اللي كيبان لي، والله أعلم، ونسمع منكم المشاهدين الكرام. مستر ما يتما يعني الانتحار يوسع بزاف ديال الحسيمة، ماشي الحسيمة، النواحي الحسيمة والحسيمات، يعني كل شيء. نتمنى هذا قداري هذا خصني من، يعني واش معناها الصح ولا لا، لان بزاف ينتصر الانتحار بزاف بزاف الصراحه. كنسمعوا يعني شي مات في الدار بوحدو، شي قتل راسو، المهم شي كينتحر، المهم وزيد وزيد وزيد. المهم هذا بغا نقرا عليكم اشنو جا يعني بالضبط. يعني هذا الانتحار اللي وقعت في الحسيمه، يعني في وسط الحسيمه، يعني داخل الحسيمه المشاهدين الكرام. وقعت مع سيدي البارح في العشية، وخليكم معايا نقرا عليكم داك الشيء اللي جا يعني في الأخبار. هاد الشيء المشاهدين الكرام راه كتر بزاف الصراحة، كتر بزاف. هاد الشيء ولا كيخلع الصراحة، ولا كيخلع. يعني علاش كيوقع هاد الشيء الله أعلم، لأن وربما كما ظنيت أنايا والعلم لله. آه بحال الا يعني بنادم كيكون مريض في النفسيه ديالو، ولا الله اعلم. المهم غادي نقرا لكم داكشي اللي جا في الاخبار. الثلاثة من يوقع ديال الحسيمه: العثور على جثه قاصر، عاد صغير ماشي كبير، يعني مشنوقا بمنزل عائلته بمدينه الحسيمه. يعني هذا الشيء المشاهدين الكرام، يعني في مدينه في وسط الحسيمه. وداك البلاصه كيعرفها اي واحد. باغي نقول لكم داك البلاصه، خليكم معايا. قال لك نعم سيدي. أفادت مصادر متطابقة أن تم العثور مساء أمس الأربعاء البارح، يعني 8 مارس، على جثة قاصر يبلغ من العمر 13 عاما. يعني هذا راه عنده 13 عام، ماشي كبير تقول لي عنده المشاكل. العلم لله علاش قتل راسه، والله أعلم. يعني يعني 13 عاما بحي الظهر مسعود، يعني في الظهر مسعود، يقول الظهر مسعود، يعني حدا المستشفى، يعني في وسط المدينة وحدها النيت بمدينة الحسيمة، حيث يرجح أنه انتحر عن طريق شنق نفسه على سطح منزل عائلته. يعني هذا بحال شنق راسه على سطح منزل، يعني فين ساكنين دابا هما. والعلم لله علاش دار هذا الشيء هذا. المهم خليكم معايا. وفور تلقى البلاغ، انطلقت عناصر من الشرطة القضائية لمنزل الضحية لتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، التي لا تزال أسبابها غير معروفة حتى الآن. يعني شنق راسو وعلاش، واش من سبب، الله اعلم. لان دابا مازال هما كيبحثوا في هذا الشيء هذا، والسلمية مازال قد بحث ديال القضيه ثقه منه. وقد تم ايداع جثمان الطفل بمستودع الاموات في المستشفى الاقليمي بالحسيمه، قصد إخضاعها للتشريح الطبي في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة التي خلفت حالة من الصدمة في المنطقة. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، يعني هاد الحادثة هذه، يعني بحال إلا الناس تصدموا الصراحة. أنا براسي تصدمت. يعني ولدي 13 عام ينتحر، يعني يلا باقي ما يعني ما عنده مشاكل لا والو، على حسب كما كنشوف أنا. والعلم لله علاش انتحر، واش هو السبب. بسر ما يثمى
ما يميرو غنطا ينتحر حنجا غاسرتش غاسنا ماشي ذا مزيان ماشي مغاخسك منيخ لأن علاش العلم لله. والله يصبر عائلته. الله يرحمه برحمة الله واسعة إن شاء الله، وخا هو راه معليه هو راه صغير يعني ما نقولوش راه اللي قتل راسو يمشي لجهنم الله يحفظ لنا، هو راه السر دور الدري الصغير يعني 13 عام باقي صغير، ونتمنى إن شاء الله يعني يعني يكون يعني من أهل الجنة إن شاء الله، هادشي اللي نتمناو له إن شاء الله. والوالدين ديالو والعائلة ديالو الله يصبرهم والله يبدل المحبة بالصبر، لأن هادشي اللي وقع لأنه هادشي اللي وقع يعني راه صعيب، الموت راه صعيب، ما كاينش شي حاجة يعني كيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاينش شي حاجة مُرة بحال الموت، لأن المُر يعني حاجة اللي صعيبة كاع بحال الموت. لأن شنو قال سمازيغت يعني رموه التعزيق، تعزيق بزاف يتسموا هو المثال، ما عندهاش شي مثال، لأن الموت راه صعيبة المشاهدينا الكرام. ونتمنى يعني يوصل هذا الفيديو أي واحد باش يعرف يعني شنو كيوقع في الحسم، لأن هاد الشيء راه كتر بزاف. بنادم خصو يعالج راسو قبل ما يوقع في شي مشكل، لأن حنا ما عرفناش شنو واش من السبب يعني حتى شنق راسو، واش هو اللي شنق راسو ولا الله أعلم، حنا ما نقدروش نعرفو. ولكن دابا الشرطة راه غادي دير خدمتو، يعني غادي كلشي غادي يبان يعني وعلاش شنق قتل راسو، راه كاين شي سبب، ما يمكنش هو يشنق إما يكون يعني عنده شي مشكل، ولكن هو راه صغير يعني واش المشكل اللي غيكون عنده؟ يعني الصغير بلا ولد عنده 13 عام راه ما يعني كيما كنشوف ما العلم لله، علاش غيكون شنق راسو الله أعلم. ولكن نتمناو ليه إن شاء الله يكون إن شاء الله من أهل الجنة، والصبر اللي يعني لعائلته، هذا هو يعني اللي غادي نقولوا. ونتمنى يعجبكم الفيديو المشاهدينا الكرام، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش تدعمونا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.